السلام عليكم، أهلا بكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. يا جماعة الخير، أهلا بكم في شرح السوق من غير ما نزوق الكلام ولا نلبسه لبس مش بتاعه. كل اللي هنقوله النهاردة مبني على واقع تنفيذ من على أرضه، يعني بضاعة اتشالت واتحملت واتدفع فيها فلوس، مش الكلام اللي بنسمعه دايما على السوشيال ميديا. الفترة اللي فاتت شفنا حركة غريبة شوية في السوق، نزول بسيط في أسعار الرز الشعير، والناس بدأت تسأل هل اللي بيحصل خوف من التجار، ولا انخفاض مؤقت، ولا بداية دورة نزول جديدة، ولا في حركة سياسية واقتصادية أكبر وراء الموضوع ده. والإجابة ببساطة العرض زايد والطلب ضعيف. يعني المواطن المصري لما ينزل يشوف الأسعار ويتصدم، طبيعي يشتري بكميات أقل نتيجة لارتفاع الأسعار، فطبيعي يحسبها وطبيعي يستنى. الأسعار دي مش رفاهية، الأسعار دي بتأثر على واحد بياكل وبيأكل عياله، ولما القوى الشرائية تنزل السوق كله بينام. المشكلة مش في التجار، التجار مش جمعيات خيرية، التجار لو بضاعتها بتمشي بيبيع وبيكسب، لكن لما السوق ينام التاجر بيخاف. وده اللي حصل بالظبط في الرز الشعير. بضاعة موجودة ومعروضة كتير، والصرف والسحب بطيء. ناس كتير كانت فاكرة إن الأسعار هتولع قبل نهاية السنة، بالعكس الاستهلاك نزل والمخازن اتمدت، والتخزين نفسه بقى عبء مش مكسب. ليه؟ لأن اللي بيخزن لازم يدفع إيجار وعمالة وفقد وكسر ودوران فلوس واقفة، وسوق بطيء جدا. فبدل ما تاجر يشيل 200 طن ويستنى 3 شهور علشان يبيع ويعمل دوران لرأس ماله كل أسبوعين ويكسب وهو نايم، ده مش فلسفة، دي قاعدة تجارية. السوق بيعلمك إن اللي بيخلص بضاعته بسرعة بيكسب بسرعة. ومن هنا بقى نرجع للسؤال الأساسي، ليه الرز نزل وليه الشعير اتحرك؟ في 3 أسباب للموضوع ده. المعروض عالي، والسبب التاني المواطن مش قادر يشتري زي زمان، أما السبب التالت التخزين بقى مش زي زمان، لأن السوق بقى سريع ومتقلب وملوش أمان وزبون أقل. اللي بيكسب أو يكسب التاجر النهاردة مش التخزين، اللي بيكسبه تنوع الكشكول والبضاعة اللي شغال فيها. يعني ما بدل ما تاجر كده يجيب رز شعير بس، لا، يجيب سكر وذرة وقمح وينوع كده من البضاعة بتاعته، عربية رايحة وعربية جاية وبضاعة بتصفي والفلوس شغالة. طبعا في نقطة مهمة، أي محاولة لرفع الأسعار غصب عن مش هتنفع. ليه؟ لأن السوق مش بيتحرك غير لما المواطن يشتري، ومفيش مواطن بيشتري حاجة غالية وهو تعبان. والدليل أكيد شفت بنفسك إن في ناس في السوق بتحاول تحط رقم أعلى لكن بضاعة مش ماشية. هو بيعلن 14,800 جنيه، لكن التنفيذ الحقيقي 14,500 جنيه في العريض. ليه؟ لأن علشان الإيد اللي بتدفع هي اللي بتحكم. السعر الحقيقي هو اللي اتدفع فيه فلوس وتحمل بيه، مش كلام دعاية. السوق حاليا في مرحلة هدوء، ناس بتراقب وناس بتخاف وناس بتجس النبض. دلوقتي خلينا نيجي بقى للكلام اللي الناس مستنياه، أسعار رز الشعير من على أرضه، بضاعة بتتشال وتحميل فعلي من على أرض الواقع. خلينا نبدأ من الرز الشعير الرفيع، لأن هو اللي لسه محافظ على استقرار شكلي رغم إن السوق هادي. الرز الشعير الرفيع النهاردة رقم ثابت بس تحت ضغط كبير. سعر الرز الشعير الرفيع بيتراوح من 13,400 جنيه ل 13,600 جنيه للطن، تنفيذ وتحميل من على أرضه. ممكن السعر بيتأرجح 100 جنيه فوق 100 جنيه تحت لسببين بساط، اختلاف المكان واختلاف طريقة الدفع والسداد. يعني واحد بيدفع كاش وبيوقف عربيته على الميزان، غير واحد هيحول بعد 3 أيام أو 4 أيام فلوس. تاجر بيحب الفلوس السريعة لأنها بتخليه يلف ويشتغل، فالكاس ساعات بينزل السعر من 50 ل 100 جنيه في الطن. الناس اللي بتسأل بقى طيب وهينزل امتى؟ اقول لك لو المعروض فضل عالي ممكن نشوف الرز نزل، ولو حصل شح مفاجئ وعرض قليل ممكن الرقم يثبت، لكن ملهاش مبرر انها
ترفع وتولع لأن السوق في الأساس نايم. الشعار العريض النهاردة التصافي هو ملك وسيد الموقف. هنا بقى الموضوع مش رقم واحد، هنا بقى الموضوع عبارة عن عينك ميزانك، لأن الشعير العريض مش بنقيسه بسعر طن، احنا بنقيسه بمعدل التصافي. النهاردة هتسمع 14500 ل 14800 للطن، في فرق. افتح ودنك كده، لو بضاعة معدلات كسر قليلة بتاخد سعر أعلى، أما لو مضروب بقى ومكسر ونسبة كسر كبيرة السعر طبعا هينزل، وممكن ينزل عن الأسعار دي كمان. لو تصافي عالي التاجر بيكسب في التجفيف والتقشير. فبضاعة العريض اللي ب14800 مش غالية، دي بضاعة عالية الجودة بتديلك نسبة تصافي عالية. طيب الناس اللي بتسأل لغاية امتى الأسعار دي، أقول لك طالما المستهلك ما بيسحبش مش هقدر أقول بكرة السوق هيولع، لأن في ركود. الرز الأبيض، اللعبة بقى اللي في المضارب، ندخل على الرز الأبيض وهو أكتر حاجة شغالة وشغلة الناس، والأرقام هنا واضحة جدا لأن خدمة المضرب بتغير السعر. الرز الأبيض الرفيع أعلى جودة، زيت وبخار وسورتكس أشكال كمبيوتر، سعر البيع من أرض المضرب من 20,000 ل20,500 جنيه، والفرق ده جاي نتيجة مضارب شغالة بنظافة عالية وكسر قليل ونسبة رطوبة مظبوطة وتغليف كويس وكمبيوتر قديم ولا جديد. كل ده عوامل بتتحول لأرقام، وبنشوف الفرق من 20,000 ل20,500 جنيه. أما الأبيض العريض الأرقام أعلى شوية، من 24,000 ل24,500، لأن العريض أصلا أعلى في نسبة التصافي، والتقطيع والتكسير أقل، والتصافي أحسن، والطلب عليه أعلى في بعض المحافظات. أما بالنسبة بقى لأسعار مخلفات الرز، عندنا سعر السرس المطحون من 2000 جنيه ل 2200 جنيه للطن. أما بالنسبة لسعر الكونا من 12800 جنيه ل 13000 جنيه. أما كاس الرز الناعم ب 13000 ل 13200 جنيه للطن من أرض المضرب. وفي الآخر يا جماعة مفيش سوق بيضحك على حد، واللي بيحكم دايما مش الكلام ولا الإشاعات اللي موجودة على السوشيال ميديا. اللي بيحكم فلوس بتنزل على الميزان وبضاعة بتتشال من على أرض الواقع. والرز الشعير زي أي سلعة في مصر، لو العرض عالي والطلب ضعيف السعر هينزل غصب عن أي تاجر. ولو المواطن مش قادر يشتري السوق كله يفضل قاعد مكانه، مهما حاولوا يولعوا الأسعار أو يشحنوا الناس بكلام ملوش أي لازمة. احنا في زمن دوران رأس المال أسرع من التخزين، وزمن تنويع البضاعة أحسن من تحويش البضاعة. والتاجر اللي بيدور فلوسه وبيخلص بضاعته ويفضل فاتح سكة بيع، ده اللي دايما بيكسب، مش اللي يوقف الملايين في مخزن ويستنى يمكن السوق يولع. الأسعار اللي بنقولها هنا أسعار تنفيذ حقيقية من على أرضه، مش جروبات وواتساب. احنا هدفنا نفضل دايما نوضح السوق بالمصداقية ونعمل اللي علينا، انت تفهم بقى وتحسبها وتاخد قرارك وانت مرتاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.